السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم شباب سنة تالتة؟ يا رب جميعا تكونوا بخير. النهاردة عايزين نتكلم على بعض النقاط اللي تهم كل طالب. كل واحد بيسأل اعمل ايه في الفترة ديت، داخلين على فترة امتحانات، فترة عملي، فترة اسئلة، فترة يعني نقدر بنحب نسميها ايه، فترة الحصاد بتاع السنة. اجتهدنا في الفترة اللي فاتت او قصرنا شوية، ايا كان الفترة اللي جاية هي اهم فترة في السنة كلها، اللي بيها يا اما هتختم مجهودك العظيم بحاجه كويسه جدا وتبقى فعلا عملت مجهود طول الترم، او بيها لا قدر الله هتضيع كل المجهود اللي انت عملته. ولو انت قصرت، الفتره دي برضو مهمه بالنسبه لك، لان دي فتره التدارك. اي درجات انت ضيعتها في اللي فات ما يجيش حاجه في الدرجات اللي جايه. فعايزين نعرف ازاي نستغل الفترة دي احسن استغلال، ونعرف ايه النقاط اللي مطلوب مننا نغطيها، سواء للاستعداد للنظري او الاستعداد للعملي او تنظيم الوقت او في ضوء الاسئلة اللي سألتوها ومنتظرين اجابة ليها، وفي ضوء ما نعرفه او ما يعني خضته من فترة كلية وجربت انظمة كتير وشفت حاجات كتير كده، ومنها طلعت بخلاصة سواء من تجربتي او من تجارب الزملاء المميزين والمجتهدين جدا في دفعتي او في الدفعات الاكبر كمان. فطلعت كده ببعض الروشتات اللي اتمنى ان انا انقلها لكم وان انتوا تستفيدوا بيها. والنهارده ان شاء الله احنا هنتكلم على اكتر من محور، واول محور معانا هو تنظيم الوقت. يمكن دي نقطة كتير قوي يعني ايه مش بيهتم بيها. وحتة تنظيم الوقت دي الحقيقة هي مفتاح لأي حاجة. يعني أي شيء أنت عايز تحقق فيه نجاح لازم رقم واحد تنظم وقتك كويس جدا. حاليا انتوا في فتره مش فيها مثلا نزول كليه ولا حاجه، انا عارف ان في عيد جاي اكيد وهنعيد ونتبسط وناكل كبده ولحمه ونبقى فرحانين قوي، وفي ايام اجازه للعيد دي على جنب كده. لكن انا بتكلم انتوا حاليا مش مطالب منك نزول لا في كليه ولا حاجه، فيستحسن ان انت من دلوقتي تدرب نفسك على النوم بدري والصحيان بدري. طب ليه بقى تعمل الموضوع دوت؟ عشان مهم جدا 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 في ايام الامتحانات وايام النظري ما تروحش مطبق. بقولها لك اهو، اوعى تروح مطبق. انا في خلال فتره الكليه عمري ما رحت امتحان مطبق الا امتحان واحد بس، كان امتحان عملي البريفنشن. كان عندنا الامتحان النهارده، كان مثلا مش فاكر والله كان يوم ايه، اربع ولا ايه، مش المهم يعني كان يوم كده، وتاني يوم على طول هو الاسكي اللي كان الاسبي بتاعي. والاسبي دوت ما كانش ليه علاقه بالمنهج، يعني ايه، هو المنهج حاجه والاسبي حاجه تانية. فطبعا الواحد يا دوبك رجع من الامتحان ما لحقش ينام، لسه في اسبي كامل والامتحان بقى كان حفظ. انتوا عارفين البريفنتيف دوت كان حاجه يعني رخمه خالص. المهم، ما الواحد ما نامش حرفيا، يعني ده سواء انا او دفعتي حتى، الاغلب حتى اللي كان بينام في الامتحانات لا راح ومن غير ما ينام. حرفيا الواحد طلع من الامتحان في اسئله ما شافهاش، في اجابات جاوبها وهو مش فاكر ايه الاجابات دي، فالنتيجه ما كانتش احسن حاجه. فانت من دلوقتي مرن نفسك، انا مثلا هنام الساعه 11، الساعه 10 بالكتير، 10 11 في الحدود ديت، هصحى الفجر اصلي الفجر ابدا يوم. صدقني اليوم دوت اللي هتبداه من الفجر هيكون يوم طويل جدا، هتنجز فيه حاجات كتير جدا. كمان الوقت اللي بعد الفجر ده احسن وقت تذاكر فيه، وقت صفاء ذهني عجيب. زي ما بيقولوا كده فتوحات، تلاقي فتوحات عماله تجيلك طول ما انت قاعد. فدي اول نقطه في تنظيم الوقت، نام بدري، اصحى بدري. هتفرق في صحة جسمك، هتفرق في مناعتك، هتفرق في فوقانك، هتفرق في البركة في اليوم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ بورك لأمتي في بكورها. يعني الناس اللي بتصحى بدري وتبدأ يومها بدري وتشتغل بدري ده حاجة مباركة مباركة كده بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما نقله عن ربه عز وجل. فدي كده أول نقطة في تنظيم الوقت. النقطة التانية اللي مهمة لازم مش نغفلها، وهي نقطة الجدول. ما تصحاش تقول النهاردة على ايه، لا، مفيش الكلام دوت اللي هو صباح الفل انا مزاجي النهارده مثلا ان انا اذاكر شويه بطنه، لا ده مزاجي ان انا اذاكر شويه جراحه، لا ده انا هجيب حبه مش عارف ايه، لا لا لا، مفيش الكلام دوت. انا من النهارده من اللحظه اللي انت سيادتك بتشوف فيها الفيديو دوت تقول ايه، انا هحط جدول. الجدول ده يشمل ايه بقى، وده مهم قوي. الجدول دوت يشمل المواد اللي انت عايز تذاكرها بالتوقيتات بتاعتها. بمعنى انا يوم 2 6 مثلا، انت النهارده اليوم اللي بتسمع فيه الفيديو ده يوم 1 6، يوم 2 6 مثلا ده انا هقعد هذاكر مش عارف ايه. يوم 3 6 هشوف درسين ايه في البطنه. يوم 4 6 عندي كذا في الجراحه، وهكذا وهكذا، بالطريقه بتاعتك اللي تناسبك. انا ان شاء الله هنزل لكم برضو جدول للي حابب ان هو يمشي عليه، وده هتكلم عليه كمان شويه. لكن المهم انت هتحطه بالطريقه اللي تناسبك يا سيدي، وحط فيه اجازاتك. تقول لي يعني ايه يا دكتور؟ يعني انت عارف ان ايام العيد، تشوف كده يوم اول وتاني العيد مثلا انا هاخدهم اجازه، مكتوبين بالنسبه لك، مكتوبين. تقول لي يا دكتور يعني هكتب كمان الاجازات؟ عشان تبقى انت عندك درايه بالوقت، وعارف ايه الايام او الاوقات اللي انت متاح تذاكر فيها.
لكن ما تقولش ايه ده انا معايا من النهارده لغايه الامتحان كذا يوم وتنسى الاجازات وراس الاجازات دي انا هبقى اذاكر فيها. لا لا لا، مفيش حاجه، خد اجازتك عادي زي الفل عشان تعرف تقسم منهجك بشكل دقيق. لان اهم حاجه ما تضحكش على نفسك. انت ممكن تعمل جدول وتخلص وتقعد تعمل حاجات ان انت زي الفل وبتاع، بس انت بتضحك على نفسك. فاهم حاجه؟ مش تضحك على نفسك، لازم تحط اوقات الراحه بتاعتك واوقات الاجازه بتاعتك. طب انا بدات يومي يا دكتور الحمد لله، وحاطط وليكن مثلا ان انا عندي مثلا يعني وليكن هراجع الهيميبليجيا وهراجع السيربيلم وهراجع الابيليبسي مثلا، يعني بضرب امثله. المهم وعندك حاجات في الجراحه طبعا بس انا بضرب امثله. وحاططهم يا دكتور وبدات النهارده بسم الله الرحمن الرحيم، يلا صحيت الفجر وبدات. افضل اذاكر لغايه امتى؟ يعني هل مثلا اذاكر لغايه الظهر مثلا، اقعد من الفجر لغايه الظهر وبعد الظهر اقوم جاي مثلا واخد راحه شويه، ولا افضل واخد لغايه بالليل، ولا اعمل ايه يعني؟ اقول لك امشي مبدا 25 5. ايه 25 5 ده؟ المبدا ده مبدا فعال، وهو ان انت بتقعد تذاكر بشكل متواصل لمده 25 دقيقه. شغل الستوب واتش جنبك، الموضوع سهل مش صعب. وبعدين راجع 5 دقايق. بس ريح، انا بقول لك ايه، ريح 5 دقايق مش 5 ساعات. والراحه لها شروط. بمعنى الراحه مش تتعرض فيها لمشتتات رقميه. بمعنى مش تقول عشان انا مريح انا هخش على الفيس شويه او هخش على انستا شويه. مش لازم اقعد اضرب امثله بكل تطبيقات السوشيال، يعني مش همسك تطبيق واقوله لا. انا خلاص انت فهمت الفكره، ابعد عن التليفون. طب ال5 دقايق دول يا دكتور اعمل فيهم ايه؟ انت مطالب تعمل يعني ريفرش كده لدماغك عشان ترجع تفوق تاني. لانك لو قعدت تذاكر بشكل متواصل هتلاقيك كل شويه استيعابك عمال يقل 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 يقل، وانت مش عارف ايه اللي بيحصل. فتلاقيك قعدت ساعات طويله وانجزت انجاز قليل. في 25 دقيقه مذاكره 5 دقائق راحه. الراحه اعمل فيها ايه يا دكتور؟ احسن حاجه افتح شباك اوضتك وبص للسماء. بص مثلا لو في زرع حواليك بص للزرع، او بص للسماء عامه. تامل كده بتريح عينيك بمنظر ربنا خلقه كده، منظر جمالي. طب عملت دي في اول مره يا دكتور، اعمل ايه في المرات اللي بعد كده؟ ممكن سيادتك تقوم جاي مريح ظهرك بس كده على الكرسي وبصص للسقف كده، شويه تامل وهدوء واسترخاء. طب يا دكتور عملتها، اعمل ايه ممكن تاني؟ اخرج هزر شويه، قوم كلك لقمه، اعمل اي حاجه يعني مختلفه، لكن ابعد عن التليفون ده لا، لانه بيسحب الوقت. 5 دقايق على ستوب واتش، خلاص يلا نرجع للمذاكره بتاعتنا. يبقى كده انت فهمت هتمشي ازاي بنظام المذاكره بتاعتك. الحاجه التانية، حط لنفسك حاجه اسمها نظام المكافاه. حط مكافاه لنفسك. قول في الجدول كده انا لو خلصت ال3 مواضيع دول النهارده انا مثلا هاخد ايه. انا طبعا لو خلصتهم بدري عشان يبقى فاضل وقت في اليوم، هنزل مثلا اخرج مع اصحابي. لا ده انا هروح مثلا ازور مش عارف صاحبتي مثلا واكل معاها مش عارف كذا وكذا وكذا. حسب بقى يعني كل واحد واهتماماته الشخصيه ايه. اللي هو ايه، هحط مكافاه لنفسي. ده مبدا المكافاه، ده مبدا فعال طبعا. وان ما كانش فعال ما كانش ربنا سبحانه وتعالى حط لينا مكافئات على العبادات. ان انت هتعبد ربنا سبحانه وتعالى لك الجنه في الاخر باذن الله. فاللي هو مبدا المكافاه، لان ربنا سبحانه وتعالى عارف نفسيه البشر. مش ما فيش حد اعلم من ربنا سبحانه وتعالى بنفسيه ما خلق. هو عارف ان نفسيه ما خلق تهتم جدا بالمكافاه، بتتحفز بالمكافاه، فانت حفز نفسك بالمكافاه. حلو. ده كده بالنسبه لما يهمك في تنظيم الوقت والجدول. يفضل بس حاجه صغيره في الجدول كده مهمه احب ان انا اعرج عليها. انا ان شاء الله هنزل لكم جدول باذن الله يكون بادي معانا كده من بكره. الجدول الهدف الاساسي فيه ان انت تشتغل على النيورو، واسيب لك كده وقت في اليوم اللي هو ايه، مراجعه لباقي الحاجات. حلو. الجدول ده مهم جدا جدا جدا. ويعني شفتوا الناس اللي التزمت بفضل الله في الجدول المراجعه بتاع النيورو بتاع الميد، لا حسوا بفرق وحسوا باتقان ماده علميه هم داخلين. الجدول ده مش يعني تجربه يوم ولا حاجه، لا انا جربت جداول كتير اثناء فتره الكليه لحد ما لقيت هو ده احسن جدول يضمن لك بفضل الله، بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه اولا واخيرا، انك تطلع بحاجه وقيمه علميه مميزه وتخش الامتحان حاسس عندك بعد علمي كويس ومتقن كويس الماده العلميه. وده هيقلل معاك الفقد في الام اس كيو وكمان في الريتن باذن الله سبحانه وتعالى. ده كده بالنسبه لاول نقطه وهي تنظيم الوقت. النقطه الثانيه بالنسبه لامتحان العملي. ويمكن ناس كتير بتسال على امتحان العملي ونعمل ايه يا دكتور وكده. طبعا ده يعتبر اول تجربه عملي بالنسبه لكم. انا عارف ان كان في عملي الترم اللي فات لكنه كان عملي يعني ايه، عملي تقدر تقول عملي نص كوبم كده. فانت داخل على العملي الحقيقي اللي الناس كتير بتتقلق منه. الحقيقه انت عندك 3 موديولات فيها عملي. طبعا العملي انتوا فاهمين ان في حاجه اسمها اوسكي وفي حاجه اسمها اوسبي. الاوسبي ده بيبقى ام سي كيو، بيبقى ريتن خفيف يعني شورت نوت كده، حاجات صغيره، وعلى حسب انت هتمتحنه ورقي ولا هتمتحنه على الكمبيوتر او كده. كل واحد بقى على حسب النظام بتاعكم يبقى ماشي ازاي يعني. لكن في جميع الاحوال الاوسبي بيبقى حاجه لطيفه وحاجه بسيطه ومعتمد على شورت نوت او سبوت دايجنوزز، اللي هو مثلا تشوف صوره تقول دي مثلا سب اراكينويد هيموريج، دي مش عارف كذا، حاجات بسيطه خالص خالص خالص. فالاوسبي ده يعتبر ايه، بيبقى حاجه في الجيب كده. تخش بقى على الاوسكي. والاوسكي ده يعني هو اللي القصه والحكايه.
وان كان طبعا الاس بي بتاع الكارديو فيه جزء كده الاي سي جي ده على جنب يعني، واحنا فاضل لنا في الاي سي جي حاجه كده صغيره باذن الله. وبعدين هنبدا جزء التمرين ان شاء الله. التمرين بتاعنا في الاي سي جي هيبقى معانا هحل معاكم باذن الله 20 كيسه اي سي جي مختلفه، حالات مختلفه مش حالات شبه بعضها ولا حاجه. وبعدين هديكوا فايل تمرين 30 كيسه اي سي جي. بفضل الله انت لما تكون حالل 50 اي سي جي كافيين جدا 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 بفضل الله سبحانه وتعالى انك تخش الامتحان عندك ثقه تحل اي اي سي جي. والناس اللي عايزه بقى حاجات ادفانسد بعد كده دي نتكلم معاهم ايه على جنب كده، لكن ده يبقى كافي جدا على مستوانا كبيزك ليفل. طيب بالنسبه بقى للاوسكي اللي هو اللي الناس كلها بتسال عنه، ده نعمل فيه يا دكتور؟ طيب الاوسكي يا جماعه عايزك تتخيله كده واحده واحده وتعرف ان هو مسرحيه. المسرحيه محتاجه ايه؟ محتاجه ممثل كويس. فكل اللي مطلوب من سيادتك انك تكون ممثل بارع حلو، عيش كده فيها ان هي مسرحيه، تقمص دور الدكتور المميز، الدكتور الشاطر المميز الرائع جدا. انا بفضل الله طول فتره الكليه ما نقصتش ولا درجه في الاوسكيات. طب هل ده عشان انا جامد قوي يعني وما حصلتش ومخلص الكتب كلها وعندي العلم كله؟ اكيد لا، هو توفيق ربنا اولا واخيرا. وياتي بعد كده بعض الاسباب الدنيويه اللي ربنا وضعها بتسهل الامور بعد توفيقه سبحانه وتعالى. الاسباب الدنيويه ديت يعني انا مش خدتها من تجربتي بس، وانما من تجارب ناس تانية زملائي برضو، وشفت ايه الاخطاء اللي الناس كانت بتقع فيها فكانت ممكن تنقصهم، وايه الحاجات اللي ممكن عملوها وهم مش واخدين بالهم ان هم عملوها لكنها ساعدتهم ان هم يجيبوا درجات كويسه. فانا هقسم لك الموضوع كده لشويه حاجات. اول حاجه طبعا 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 توفيق ربنا والاستعانه بيه. انا اعرف واحد يعني ربنا ييسر له الحال يا رب، هو زميل ليا، لكن ده كان للاسف يعني هو كان بيذاكر لكن حظه كان وحش شويه. كان كل ما نروح امتحان يخش الدكتور تقريبا ما بيمتحنش حد غيره حرفيا، يعني هو كان بيمتحن هو بس، وتقريبا الدكتور بعد كده بتجيله مكالمه ويمشي يعني سبحان الله. كان بيجي عليه هو على حظه هو، سواء دخل في الاول او دخل في الاخر بيجي له دكتور معين جاله في تقريبا في 3 4 موديولات بشكل غريب. كان بيساله اسئله يعني انت ما تلاقيهاش في كتب. يعني انا فاكر في مره كنا في موديول الرينال، واحنا ده كان اول ترم كلينيكال، معلوماتنا على قدنا خالص يعني الدنيا صعبه. المهم سالوا سؤال كده عجيب، يعني ساب التشيك ليست اللي كانت اصلا بتاعت التشيك ليست اصلا بتاعتها تافهه يعني مش فيها حاجه، وسالوا سؤال قال له لو انت في الصحراء وعندك واحد عنده بروتينوريا وانت عايز تشخص البروتينوريا بتاعته ديت تعمل ايه؟ هو الحقيقه يعني لو انت في الصحراء اكيد عندك اهتمامات اهم من انك تشخص البروتينوريا. يا عم في داهيه البروتينوريا بتاعته، انا عايز اشوف هلحق نفسي ازاي ولا هشرب منين ولا. طبعا كان سؤال يعني خزعبلي، سؤال سفسطه كده وخلاص يعني. وغيره سالوا في موديولات اخرى تانية هنبقى نستعرضها في اماكنها ان شاء الله كاسئله تندريه، وهو برضه نعرف الاجابه بتاعتها. فده كده ايه جزء بيوضح لك ان هو توفيق ربنا في الاول في الاخر، لا مذاكره ولا بتاع، لا هو توفيق ربنا 100% 100%. لكن في بعض الاسباب الدنيويه. اول حاجه مذاكره كويسه. طب المذاكره الكويسه ديت هتعمل فيها ايه؟ لو انت عايز تضمن الدرجه 100% محتاج بقى سيادتك يعني تفتح ايه المراجع العلميه الكبيره جدا اللي هي بقى 1000 صفحه و800 صفحه وتقعد تذاكرها، وده مش ابليكابل فمش منطقي. وبرضه هيطلع لك دكتور من سنه 1930 لسه عايش بس هو ربنا بيرد فيه الروح، يعني هو بيبقى ميت اصلا وربنا بيرد فيه الروح على الامتحان بتاعك، وبيجي يسالك سؤال هو كان موجود في سنه 33 تقريبا فانت لا يمكن تبقى سمعت عنه. فهو في الاول وفي الاخر توفيق ربنا. فالمذاكره مش هتعرف تجيب اخرها. طب اعمل ايه برضو عشان اكون انا ضامن اغلب الدرجه بفضل الله؟ اول حاجه انت مطالب منك تتقن التكنيك. بمعنى مثلا انت هتروح في البلس، في لجنه البلس مثلا انت عندك في الكارديو في عندك حاجه جنرال وحاجه لوكال. لجنه البلس مثلا دي تبع الجنرال. لو الدكتور قال لك شوف لي يا ابني البلس بتاع العيان، وانت سيادتك بدل ما تحط على راديال ارتري قمت حاطط له على الالنر ارتري، دي فيتال ميستيك، غلطه قاتله ينقصك فيها جامد. فدي ايه غلطه في التكنيك. فمش يعني مش متقبل منك خالص تغلط في التكنيك. مش مطلوب منك تلقى فايندنج للحاجات الصعبه. يعني مش تتوقع انك وانت داخل على الدكتور لما يسالك مثلا يقول لك يا ابني اسمع لي اس 1 وتقوم جاي سامع اس 1، هو مش منتظر تقول له اس 1 عالي ولا واطي ولا طبيعي، هو عارف انك مش عارف. طب السؤال يسالك ازاي؟ يقول لك قول لي كده يا ابني ايه اسباب ان اس 1 يبقى عالي؟ او ده اسئله نظري بقى، ده سؤال نظري عادي تجميعه ما فيهاش مشكله. فما تخشش وانت متحفز ان انت مطالب انك تبقى مجدي يعقوب مثلا، لا مفيش الكلام ده، مش مطالب منك الموضوع ده خالص. انت المطالب منك تعمل تكنيكك صح، دي اول نقطه، وتتسال اسئله نظري من منهجك ومن ضوء التشيك ليست وتجاوب عليها. 90% من الدكاتره بيلتزموا بالتشيك ليست، يعني هو شايف التشيك ليست قدامه بتقول حاجه هيسالك في الحاجه ديت وشكرا على كده، ده 90% من الدكاتره. بعض الدكاتره بيسال اسئله جانبيه برضه في ضوء التشيك ليست وفي ضوء منهجك بتبقى حاجه ايه لطيفه.
1% بس هو اللي بيسال اسئله غريبه ورخمه، ودي احنا هنتعرض ليها بشكل سريع، مش هناخدها يعني بالتفصيل ولا حاجه، لان برضو انا مش عايزك تعمل غلطه. الغلطه دي انا شفت ناس عملوها في النظري، وهي ان هو اهتم بالاسئله الصعبه قوي ونسى السهل. لا، احنا نهتم بالسهل وبالكومن اللي 99% بيتسال فيه، وسريعا كده نعرج على الاسئله الصعبه تبقى سمعتها مره، عشان لما تتسال فيها تعرف تجاوب، لان الدكتور عارف السؤال الصعب من السؤال السهل. فهو لما بيسالك سؤال صعب هو عارف ان هو صعب، فمستني منك ايه؟ طرف الاجابه. لو هو حاجتين ثلاثه منتظر منك تقول حاجه، خلاص عارف ان ايه الواد ده شاطر. فاول حاجه في العملي لازم تتقن التكنيك، وبعدين الاسئله الكومن، وفي الاخر تتعرض للكام سؤال الغريب اللي ممكن ان انت ايه تسمعهم بنسبه قليله جدا. حلو، لكن ما تضيعش وقتك في الاسئله الغريبه وتسيب الحاجه الاساسيه اللي لو غلطت فيها لا تتحاسب ساعتها، وتتحاسب كويس جدا. في برضه حاجه مهمه، الحاجه دي بقى ايه؟ لازم وانت داخل على الدكتور تبقى عارف ان هو كبيرك. لو انت قمت قايل له السلام عليكم يا دكتور، وقمت واخد الباب في ايدك ويقول لك بس استنى يا ابني هسالك سؤال سهل، وتقول لا والله مش عايز اتسال، هيديك نص الدرجه. مجرد دخولك تقدر تعتبر ان نص الدرجه ديت مثلا ايه؟ تمن المواصلات بتاعتك مثلا. حلو، فمجرد دخولك على الدكتور انت خدت نص الدرجه، فانت بتلعب في النص اللي فاضل ده، اللي هو بالمناسبه مش بيبقى كتير، بيبقى ايه يعني؟ بيبقى درجتين ونص، بيبقى 3 درجات ونص، حاجات بسيطه. فخليك كده ايه حلو ومش قلقان. في برضو قواعد مهمه كده عايزك تاخد بالك منها وانت داخل على الدكتور او وانت رايح الامتحان يومها. يعني يا ريت مثلا تبقى لابسين لبس حلو، يعني متشيكين، مظبطين مثلا دقننا، سراحين شعرنا كده، شكلنا مهندم واحنا داخلين على الدكتور. في امتحان الاوسكي مهم دخلتك على الدكتور كده، لما بيشوف واحد داخل عليه مرتب نفسه بتبعث فيه الطمأنينة ان ده واحد مهتم ومجتهد، فمهتم بنفسه وجاي كده ايه، عارف انه داخل على دكتور كده، وهم بيرتاحوا في الحاجه دي. حلو، حاطط لك بقى البرفيوم الحلو بتاعك والدنيا تمام. البرفيوم ده طبعا بالنسبه للولاد مش للبنات يعني. المهم ايه، وداخل مظبط نفسك والدنيا حلوه، وانت داخل على الدكتور كده السلام عليكم، تسلم عليه كده ابتسامه خفيفه كده، ما تخشش ابتسامه ايه فاتح لي بقك على الاخر كده. ليه؟ لانه بيعتبرها انك داخل تتريق عليه. كان معانا واحد زميلنا برضو الله يصلح حاله، كان يخش يبتسم كده قوي، الدكتور يوم جاي مهزقه. فطبعا دي حاجه ايه مرفوضه خالص. ابتسامه خفيفه خالص، السلام عليكم يا دكتور انا فلان الفلاني. حلو، لانه هيسالك كده كده على اسمك، فانت من نفسك كده السلام عليكم يا دكتور انا فلان الفلاني، امضي يا ابني هنا المكان بتاعك ده. هو هنا حس كده ان انت مهتم ومجتهد، خد الصوره دي عنك. في الاول هيقول لك اعمل لي كذا حسب التشيك ليست مثلا بتاعتك اللي عليك، وهيسالك عليه وخلاص. انت دلوقتي بدات انك تعملها، ابدا سمع للدكتور الخطوات. حلو، ما تغلطش في الخطوات، ما تغلطش في الخطوات، بقولها تاني، ما تغلطش في الخطوات، لا تخطئ في الخطوات، الخطوات لا تخطئ فيها. 100 مره هنقولها باكتر من شكل، قولها بالترتيب. في ناس منكم بتغلط وهي داخله، وبالذات البنات، تلاقي الدكتور بيسالها بنتي قولي لي مثلا التشيك ليست الفلانيه اوسكالتيت مثلا الاورتيك اريا. يا دكتور انا حاطه كذا كذا كذا، ايه طبعا الدكتور هيقوم جاي قايل ايه مش سامعك. خلي بالكم انتوا مش بتمتحنوا في مكان معزول، انتوا بتمتحنوا في قلب المستشفى واصوات وبتاع، والدكتور بيبقى جاي اصلا قرفان. مش سامع يا بنتي، تلاقي يا دكتور دي كذا 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 كذا، صوت مش سامع خالص. لما الدكتور يقول لك ايه مره واثنين وثلاثه، اعرف ان انت كده ضايقته، وطالما الدكتور اتضايق هيضايقك. فوانا داخل معلش حتى البنات لا بنرد بصوت عالي، بصوت مسموع، ما اسمحش للدكتور ان هو يقول لي ايه، لان ايه دي بتضايقه. لا انا داخل صوتي مسموع. صوتي مسموع ده مش معناه ان انا داخل بزعق في الدكتور يا دكتور مثلا، لا، صوت مسموع كويس بيبعث الثقه ان انا اجابتي انا واثق فيها. مهم جدا سيادتك برضو وانت بتجاوب بترص اجابتك. يعني مثلا الدكتور مش يقول لك يا ابني اسكالتيت مثلا الاورتيك اريا، او مثلا لو احنا في النيورو عشان احنا اول موديول هيبقى نيورو مثلا، يقول لك افحص لي كده مثلا يا ابني الفيشيال نيرف. لازم تبقى مسيستم دماغك، وده اللي احنا ان شاء الله هنشوفه في العمل سوا، وهعمل لكم فيديوهات سيميوليشن كده، يعني حاجه تدريبيه كده وبستوب واتش، وانك تدرب نفسك انك تعمل الفحص وتجاوب في 30 ثانيه في 45 ثانيه. هظبط لكم الحاجات دي كلها نشوفها اكتر من مره، عشان ايه نبقى متمرنين على الحاجه ديت، عشان ان شاء الله عايزكم كلكم تقفلوا الاوسكي والاسبي طبعا باذن الله، بس هنتكلم على الاوسكي لانه اشبه بالشفوي شويه. فالمهم انت سيادتك اتسالت السؤال، لما بتقعد تتهته كتير يعني ممكن في اول الاجابه تقوم جاي متهته شويه، مفيش مشكله، الدكتور بيقول لك متوتر بتاع مش عارف ايه الكلام ده. لكن لو قعدت تتهته طول الاجابه وتقف كل شويه، الدكتور بيتضايق وبيحس ان انت مش مجتهد. ليه بقى؟ هو بيربطها، يقول لك مثلا لو كان مذاكر مش كان هيبقى متوتر. فمهم قوي ان احنا نبقى داخلين
مسستمين نفسنا ان انا هرص الاجابات. طب ارصها ازاي؟ اني مذاكر التشيك ليستات كويس وعارف ازاي الخطوات ماشيه وعارف 1 2 3. وطالما انا برص مش هدي فرصه للدكتور يسالني، هلاقيه هو في النص اصلا بيقول لي خلاص يا ابني كفايه كده يلا. من الحاجات المهمه برضو ما تخشش في اخر اللجنه. في ناس يقول لك ايه، انا هقعد لغايه اخر اللجنه عشان اضمن ان مش عارف ابقى تعرضت لكل الاسئله. والله هيطلع لك بسؤال انت ما شفتوش قبل كده وخده بقى. هيبقى ايه بالنسبه لك؟ ايه يعني خلاص هتسمعه من هنا هتقول طب يا دكتور اديني نص الدرجه وانا موافق. حلو. الدكتور خلي بالك في الاخر بيكون اتخنق، دي حاجه. ولو حتى ما اتخنقش بيبقى فاهم ان الناس اللي طلعت ديت قعدت تحكي لزمايلها بره، فبالتالي الاسئله اتهرست، فيبدا يحاول يجيب اسئله جديده. طب الصح اخش امتى؟ ما تخشش يا عم في اول واحد، ما تبقاش عنتره وتخش اول واحد، لا. اعرف ميه الدكتور الاول، خش تاني واحد تالت واحد. الدكتور في الاول غالبا بيثبت الاسئله، وان ما ثبتش الاسئله بيسال اسئله سهله من على الوش كده، حاجات بسيطه، لانه عارف ان ايه لسه في الاول. لكن كل ما طولت معاه ودخلت في الاخر كل ما هيعمق ويجيب لك من العميق شويه. فالعميق ده بيبقى ايه، محتاج استذكار، في صعوبه شويه مش عارف ايه، فاحنا في غنى عن دوت كله. فنحاول نخش ايه في الاول وما نتاخرش وننجز الدكتور. وكل ما كنا احنا مجموعتنا داخله واثقه من نفسها الدكتور هينجزها عشان عايز يتكل على الله ويمشي. حلو حلو. ده كده بالنسبه لقصه الاوسكي كده. زائد طبعا مش ننسى يعني ان احنا هنذاكر بقى اوسكي، يعني دي برضه نقطه، بس دي ايه الحاجات اللي بتظبط المذاكره واللي بتفرق ما بين واحد مذاكر وهي ان شاء الله هيجيب درجه كويسه، وواحد مذاكر بس عنده ديفكتات في الحاجات ديت فللاسف هيبدا انه يجيب درجه سيئه. اخر حاجه بقى، عشان دي بس حد يعني ايه كان بعت لي كذا سؤال وحابب ان انا اوضحها، وهي حل الاسئله. يا جماعه الله يكرمكم الله يكرمكم، ما تحلوش اسئله خزعبليه. يعني انا اي حد بيسالني احل ايه يا دكتور، حل مدرسات بتختبر حفظك، و80% من الامتحان اصلا بيجي حفظ مش فهم. حلو. طب خلصتها يا دكتور احل ايه؟ حل اسئله السنين السابقه. طب خلصتها يا دكتور احل ايه؟ ما تحلش، روح سيادتك راجع. طب رجعت يا دكتور، رجع تاني، رجع مره 5 6 7، رجع 1000 مره وما تحلش حاجه تانية. وبقولها لكم على ضمانتي. في ماده النساء والولاده، ودي ماده يعني كانت تقيله جدا هتعرفوها ان شاء الله ما تدرسوها، ومنهج وتحديدات وبتاع. المهم في امتحان المد الولاده الناس قالوا ايه في كتاب القسم، وكتاب القسم بيجي منه ومش عارف ايه وذاكروه مش عارف ايه، بس اصل في اسئله مش علينا فمعلش بصمجوها كده ومش عارف ايه. انا جيت طبعا المنهج كان كبير، خلصت مراجعه ليله الامتحان، فكان فاضل معايا عدد ساعات قبل النوم. يا اما ان انا هقعد احل الكتاب دوت، يا اما ان انا هراجع مره كمان. اثرت وقلت انا هراجع الكتاب بس مره كمان، لان الامتحان كده كده بيجي من الكتاب مش بيجي من بره الكتاب. وسبحان الله تاني يوم اتفاجئ الامتحان جه من كتاب القسم، من اسئله كانت صعبه الناس مش كانت فهمتها بصمجتها، وجم الامتحان نسيوا البصمجه دي. كانت حاجات شبه بعضها، داون وورد واب وورد ومش عارف ايه والحاجات دي. بفضل الله انا حليتها ليه؟ طبعا مش شطاره مني وتوفيق ربنا، ثم ان انت ذاكرت منهجك وفهمت منهجك كويس. فدي نصيحه مهمه. الامتحان 80% حفظ 20% فهم، وفهم في ضوء منهجك. ما تروحش تجيب لي كيسه 20 سطر وتقول اصل يا دكتور اصل بتدرب، مفيش الكلام ده. وعلى فكره ده مش عيب في منهجنا ولا حاجه، لا لا لا. انت حتى لو رحت مثلا عايز امتحن معادله بريطانيه او امريكيه، لو ذاكرت الحاجه الثانيه، بمعنى انا همتحن بريطانيه خلاص يبقى هذاكر امريكيه واروح امتحن بيها، ممكن ما تنجحش. طب ده انا همتحن امريكيه بس هذاكر بريطانيه، برضو ممكن ما تنجحش. ليه؟ لان اي امتحان بيبقى ليه منهج، محدش يقنعك بحاجه غير كده. من الحاجات برضو المهمه الجداول يا جماعه، والدرجات الكليه اهتموا بيها سواء انت عايز تحضر معادله او ما تحضرش. دي نصيحه اخويه. بصوا يا جماعه، مفيش حد عارف بكره فيه ايه. من كام سنه ومن سنين قريبه، مش بكلمك من 100 سنه يعني، البلاد دي كانت جنه والكل بيجري عليها والكل حاططها في باله. النهارده البلاد ما عادتش بتقبل حد خلاص. النهارده اليوزمل شغاله صعبه بس شغاله وبتقبل. طب بكره هتقبل؟ الله اعلم. ممكن امريكا ذات نفسها ما عادش تبقى موجوده، الله اعلم. فانت ما تخسرش الكليه ومكانك في مصر عشان تقول اصل انا ما هحضر او هعمل، انت مش عارف الظروف. اضمن مكان هنا وحضر يا سيدي اللي انت عايزه. دي كانت اخر حاجه حابب اقولها لكم كنصيحه اخويه مش اكتر. بالتوفيق يا شباب. يعني ده كده كحاجات ايه سريعه ونقاط كده مهمه احب كلنا نستفيد منها، واحب ان انا انقل لكم خبره مريت بيها لعل احد يستفيد كده ويدعو لي دعوه بظهر الغيب. ربنا يوفقكم يا شباب ويجعلها فتره سعيده عليكم وفتره موفقه، وتطلعوا منها كده مبسوطين، ويكون ختام السنة على بعضها مسك. وأشوفكم كده جميعا عظماء سواء في الدين أو في الدنيا يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.